السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله جدول للمراجعة النهائية كاملة لحد ما تخلص ثانوية عامة كاملة. هقول لك تعمل إيه الفترة الجاية، هقول لك تبدأ تذاكر إمتى، المواد اللي مش بتضاف في المجموع. إن شاء الله هجاوب على كل الأسئلة دي في الفيديو ده، وإن شاء الله أغير نظرتك خالص إن ما عادش وقت. هشيل لك الفكرة دي تماما بعد ما تشوف الجدول ده، لأنه هيفرق معاك جدا في المراجعة النهائية. وكمان هو مش جدول واحد، هو جدولين، لأن الجدول التاني برضه هيكون لحل الشوامل عشان يبقى مراجعة نهائية مع حل شوامل تربط الاتنين ببعض، تخش تجيب درجة كويسة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3/5 اللي هو المفروض اليوم اللي هينزل فيه الفيديو، الفصل الأول كيمياء وأول وحدة فرنش. هتقولي كتير، هقولك لأ مش كتير، لأن أنا قلت قبل كده الفترة دي مفروض تكون فترة أونلاين، فتاخد الفترة دي أونلاين لأن أصلا ما عادش وقت، يعتبر 40 يوم على الامتحانات. فوحدة كيمياء اللي هو فصل كيمياء مع وحدة فرنش، فده كويس جدا يعني ومش كتير خالص، خصوصا انك بتراجع مش اول مرة تذاكره. 4/5 الفصل الاول احياء وتاني وحدة فرنش. الفصل الاول احياء اللي هو فصل الدعامة والحركة، وتاني وحدة فرنش. هتقولي ليه واخد الفرنش كل يوم؟ هقولك هتعرف دلوقتي. يوم 5/5 الفصل الاول فيزياء وتالت وحدة فرنش. 6/5 الفصل التاني كيمياء ورابع وحدة فرنش. ليه خدت الفرنش مادة ثابتة مع إنها مادة هبلة يعني ما تتاخدش مادة ثابتة؟ هقولك عشان أبقى خلصت الفرنش في 4 أيام ومادة وخلصت منها وفوق للست مواد التانيين. 7/5 هتذاكرلي وحدتين نحو. وحدتين نحو بالنسبة ليوم كامل قاعد مش بتعمل في حاجة غير وحدتين النحو، فده كويس جدا. وكمان يا جماعة الجدول ده يعني مثلا الفصل الأول كيمياء هتذاكره في المراجعة يعني، وتحل عليه من كتب المراجعة النهائية، مش شوامل. من كتب المراجعة النهائية تحل عليه عادي يعني. انت خلصت الفصل فهيبقى سهل انك تحل عليه، وكمان انك تاخد فصل كامل في يوم ده هيبقى سهل بالنسبة لان انت واخده قبل كده والمفروض مذاكره قبل كده. يوم 8/5 الفصل التالت كيمياء ووحدة انجليزي. يوم 9/5 الفصل التاني احياء ووحدة انجليزي. يوم 10/5 الفصل التاني فيزياء وتالت وحدة انجليزي. يوم 11/5 الفصل الرابع كيمياء اللي هو فصل الكهربية ورابع وحدة انجليزي. 12/5 الفصل التالت أحياء فقط، لأن أنا عارف إن فصل التكاثر فصل رخم وفصل طويل وأكتر فصل في الامتحان عليه درجات، عشان كده سايب لك فيه يوم كامل تراجعه براحتك وتحل عليه براحتك. يوم 13/5 الوحدة الخامسة والستة إنجليزي فقط. يوم 14/5 تلات دروس عضوية وسبع دروس والوحدة السابعة إنجليزي. يوم 15/5 تلات دروس عضوية والوحدة التامنة إنجليزي. يوم 16/5 تلات دروس عضوية والوحدة التاسعة إنجليزي. يوم 17/5 آخر تلات دروس عضوية والوحدة العاشرة إنجليزي. يوم 18/5 يونت 11 و12 في الإنجليزي. وكده أنت خلصت فرنش وكيمياء وإنجليزي. يا ريت يا جماعة تكتبوا ورايا الجدول ده. يوم 19/5 المناعة وتلات امتحانات شاملة كيمياء. يوم 20/5 هتاخد DNA والRNA وتلات امتحانات شاملة إنجليزي. وكده انت خلصت الأحياء. يوم 21/5 الفصل الرابع فيزياء وتلات شوامل فرنش. ده يوم كام؟ يوم 22/5 هتخلص فصلين حديثة. يوم 23/5 الفصلين الباقيين حديثة. هتقولي فصل حديثة، هقولك فصل الحديثة بيبقى درس آخره درسين، مش كتير خالص إنك تخلصهم في يوم كامل، خصوصا برضو إنك بتراجع. الجملة دي تحتها 1000 خط. 24/5 الفصل الأول والتاني جيولوجيا. 25/5 التالت والرابع جيولوجيا. 26/5 عامل زي فصل التكاثر اللي هو فصل رخم، فهسيب الفصل الخامس في الجيولوجيا يوم كامل لوحده. 27/5 البيئة كاملة. 28/5 تالت ورابع وحدة نحو. 29/5 خامس وسادس وحدة نحو. 30/5 تكملة النحو كامل، تقريبا كان في اللي هي بقى مكملات المنهج والحاجات دي فهتخلصهم في يوم كامل. 31/5 هتاخد البلاغة كاملة في يوم، أظن وقت كافي جدا، دي هي أنت ممكن تخلصها في ساعة وربع. فيديو أستاذ محمد السخاوي ليلة الامتحان بتاع الدفعة. 1/6 نص الأدب. 2/6 تكملة الأدب. 3/6 القصة كاملة، وأرشح إن تسمع في القصة
أستاذ عبد الله الشهاوي. 4/6 المسرحية والمقال والحاجات دي. 5/6 هتذاكر لي 4 شوامل فرنش. تقول لي 4 شوامل مش كتير، أقول لك الفرنساوي مادة ممكن تذاكرها بسهولة يعني، وتحل عليها بسهولة كمان، فمش هياخد وقت منك، وممكن تحل أكتر من 4 كمان. الجداول الجدول يا جماعة بالنسبة في ناس ممكن يعني مثلا الفصل الأول كيمياء ممكن يكون هو مذاكره قبل كده ومموت نفسه في الفصل ده، فممكن هو حابب يقعد يذاكر فصل تاني ويعني ياخد من وقت الجدول ويضيف لنفسه إنه يحل شوامل أكتر. عادي، متاح ليك جدا. 6/6 4 شوامل فرنش. 7/6 نبدأ بقى في شوامل العربي لأنك كده خلصت المنهج. 7/6 4 شوامل عربي. 8/6 4 شوامل عربي. 9/6 4 شوامل عربي. 10/6 4 شوامل عربي. 11/6 ليلة الامتحان بتاعة الدين والوطنية. هتقول لي هو أنا هذاكر مادتين ليلة الامتحان؟ أقول لك أيوه. الناس اللي بتروح تاخد لي يا جماعة في الإحصاء لا الاقتصاد لا مش عارف إيه، ياخدوا لي درس قبلها بشهر ويضيعوا فلوسهم على الفاضي، يضيعوا وقتهم. يا جماعة المواد دي بتبقى تقريبا في ساعتين شرح ليلة الامتحان، بتخش عادي ممكن تقفل. مش فاكر بصراحة هي الإحصاء والكلام ده كانت كام درجة، بس أنا ذاكرتهم ساعتين ليلة الامتحان ونقصت 5 درجات. يعني مواد مش حوار خالص، فما تدهمش أكبر من حجمهم. أنت محتاج فيهم النجاح، مش رايح تحضر ماجستير فيهم. فنصيحتي ليك المواد دي تتذاكر ليلة الامتحان فقط على ضمانتك. 12/6 هتذاكر الاقتصاد والإحصاء. 13/6 بقى نرجع تاني للشوامل العربي. 4 شوامل عربي. 14/6 4 شوامل عربي. هتقول لي 4 شوامل كتير. بصوا يا جماعة، انتوا لازم تمشوا بمبدأ الامتحان. لما انا اروح امتحن في لجنة هيكون الامتحان كام ساعة؟ تقول لي 3 ساعات. اقول لك حلو، 4 شوامل في 3 ساعات 12 ساعة. أظن ده أقل واجب ممكن تذاكره. ما علينا، أنت كمان ممكن في البيت تخلص الامتحان في ساعتين ونص قاعد مش تحت ضغط، وكمان بتعود نفسك تحل في وقت أقل عشان لما تروح الامتحان حصل أي ظرف تكون أنت مجهز نفسك كويس أوي. 15/6 4 شوامل عربي. 16/6 خدوا بالكوا هنا بقى، 16/6 ده هتقعد تراجع مراجعة كاملة على العربي. اقعد كده مراجعة على السريع، انت اصلا مخلص المنهج مرة وراجعت عليه كمان مرة وحليت شوامل، فهتبقى الدنيا بسيطة خالص. 17/6 بقى ليلة الامتحان بتاعة العربي، ودي بتبقى أصعب ليلة ممكن تعدي عليك في حياتك. تتعامل معاها ازاي؟ بص، ليلة امتحان العربي دي اوعى ترهق مخك نهائي. بمعنى ايه؟ هتقعد بس تجيب لي الغلطات اللي غلطت فيها في الكتب. انا غلطت في دي، شوف هتغلط فيها تاني ولا لا. عدي بس انا قايل لكم من اول السنه خالص، الحاجه اللي تغلط فيها اعمل عليها بقلم ماركر علامه كده عشان هترجع لها ليله الامتحان. هنا بقى ترجع لكل غلطاتك اللي هو مش بترهق مخك، تشوف المعلومه كانت ايه وتتعلم منها، عشان لو صحيت وربنا وفقك وجاتلك في الامتحان بيبقى كرم من ربنا، وبتحصل يا جماعه والله وهتحصل. 18/6 اللي هو امتحان العربي. هتيجي من امتحان العربي بلاش تراجع. انا كنت براجع وده حاجة غلط جدا. سواء انا جيت من امتحان العربي اكتر امتحان كنت مطمن منه كان اول امتحان، قلت بس هنقص 4/5، نقصت 16. لو كنت اعرف ان انا هنقص 16 في العربي والله ما كنت جبت مجموع، خلاص اتقفلت. يعني انا نقصت 16 في العربي اللي هو 4% طار، هجيب مجموع في اللي باقي؟ طبعا انا جايب حاجة ولا فاتح كتاب ولا مذاكر. فنصيحة ما تعقدش نفسك وبلاش تراجع. 18/6 هتحل 5 شوامل فرنش، اليوم كامل طبعا معاك. 19/6 5 شوامل فرنش. وفي الجدول راجعه هتلاقي ان انا قلت لك 11 شامل فرنش، يبقى كده كتوتال 21 شامل في الفرنش. كافيين جدا جدا جدا. ولو حليت 10 15 امتحان في الفرنش، اصلا انت لو حليت 10 امتحانات فرنش بتلم كل افكارها، لان الفرنساوي يعني مش محتاج لعب، ومفهوش افكار كتير ومادة محدودة. نيجي ل20/6 4 شوامل كيمياء. 21/6 4 شوامل كيمياء، عرفت تزود زود. 22/6 4 شوامل كيمياء.
23/6 4 شوامل كيمياء، 24/6 4 شوامل كيمياء. كده من أول 20/6 ل24 5 أيام، كده 4 في 5 ب20. وعندك 3 في الأول، يبقى 23 امتحان شامل كيمياء. ما أعتقدش ده، غير إن أنت حلل الجزء، وغير إن أنت قلت لك في الجدول اللي هتذاكره هتحل عليه من كتاب المراجعة. غير ال23 امتحان شامل، أوعدك غلطاتك هتبقى قليلة جدا في الامتحان، ومش بعيد تقفل، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. 25/6 معاك بقى أسبوع، تعال يا فيزياء. 25/6 اللي هي أجازة العيد، 4 امتحانات فيزياء. 26/6 4 امتحانات فيزياء. 27/6 4 فيزياء. 28 4 29 4 30 4 1/6 4. 4 في 7 ب28. 28 شامل فيزياء كفيلين يخلوك تقفل فيزياء حرفيا. ده غير انك بتحلها من كتاب المراجعة، ده غير اللي انت حليته جزء في الاول، فالموضوع هيبقى معاك بسيط جدا. و28 امتحان شامل كافيين جدا يلمولك افكار الفيزياء كلها. يوم 2/7 5 شامل انجليزي. اللغات اللي هي فرنساوي وانجليزي بيبقى يعني تقدر تخلص الامتحان بسرعة، اللي هو تقرأ أصعب ما فيهم هما القطعتين، والباقي ممكن يتحل في نص ساعة عادي. 2/7 5 شوامل إنجليزي. 3/7 5 شوامل إنجليزي. 4/7 5 شوامل إنجليزي. 5/7 5 شوامل إنجليزي. 6/7. كده أنت وصلت 5/7. هتمتحن تقريبا 6/7. هتمتحن 6/7 إنجليزي. يبقى كده 20 شامل، وعندك 3 في الأول. 23 امتحان شامل في الإنجليزي، والله يلمولك المنهج كله. 6/7 5 شوامل جيولوجيا. 7/7 5 شوامل جيولوجيا. 8/7 5 شوامل جيولوجيا، غير اللي انت حليته. غير ان جيو ماجد امام اللي اغلبكم مشتركين معاه مقضيها حل طول السنة، فهتبقى لميت برضو كل افكار الجيولوجيا، وجبت المادة في شوال زي ما بيقول. 9/7 5 شوامل أحياء. 10/7 5 شوامل أحياء. 11/7 5 أحياء. 12/7 5 أحياء. كده 20 شامل أحياء. الأحياء المادة الوحيدة اللي عايزة أكبر كمية من الحل، ف20 شامل. أتمنى لو تعرف تزود أنت من عندك، يعني مثلا عرفت تزود عن كده يبقى خير وبركة. عرفت مثلا بدل ما تدي للفرنساوي الشوامل دي كلها تسحب منه وتدي للأحياء مادة انت متمكن فيها، تسحب منه وتدي للأحياء، لأن الأحياء أكتر مادة عايزة كمية حل. وبس، ده كان الجدول يا جماعة. هتقول لي أسمع مين عشان أظبط الفيزياء مثلا؟ هقول لك عشان تظبط الفيزياء اسمع دكتور كورلوس. تقول لي طب هو مستر محمد عبد المعبود؟ اقول لك مستر محمد عبد المعبود مما لا شك فيه انه احسن مدرس فيزياء موجود على اليوتيوب. طب ليه بقى؟ ليه اسمع دكتور كورلوس؟ عشان هو احسن مراجعة، اكتر واحد. يا جماعة، في حاجة اسمها سلاسة الشرح، ان تبقى مستمتع بشرح اللي بيشرح قدامك، بيعملها لك بأغنية مش عارف ايه. يعني عامل أغنية تقريبا كان اسمها الحلزونة، اللي هو بيحببك في الحاجة جدا. طريقة شرحه سلسة، والأهم من كده إنه المدرس أو الدكتور الوحيد اللي بتعرف بعده تحل فيزياء، والله ودي شهادة تحاسب عليها. سمعت أستاذ محمد عبد المعبود، وسمعت أستاذ محمود مجدي، وكنت بحاول أحل بعدهم، كنت بلاقي صعوبة جدا في الحل، كان بيبقى أغلاط بالجملة. لما سمعت دكتور كولوس الموضوع اختلف معايا، وبقيت بحل بسرعة وبصورة أوضح. فنصيحتي للمراجعة دكتور كولوس. مراجعات ليلة الامتحان وكده ما انصحش فيها بدكتور عبد الله الحبشي، لأن مش بتبقى حلوة خالص، تبقى عبارة عن حل. إنما اللي بيجيب لك أسئلة أفضل 1000 مرة هو مستر خالد صقر. بالنسبة للأحياء، الموسوعة محمد صلاح هيجمع لك الشرح، لو هتعتمد على شرح يبقى على شرحه، إنما كمراجعة عامة أنا شايف إن أستاذ أحمد الجوهري يتفوق في النقطة دي. بالنسبة للجيولوجيا جيو ماجد إمام. بالنسبة للإنجليزي إنجليشاوي أو دكتور إنجليش. هتقولي مين فيهم؟ هقولك أنا هاميل شوية لدكتور إنجليش، لأنه بيجيب لك كل التفاصيل. لسه عربي أستاذ رضا الفاروق ولا أستاذ بسطها لك، الاتنين بيقولوا نفس الكلام، بس في واحد فيهم
بيقولها في 10 ساعات، وفي واحد فيهم بيقول نفس الكلام مش ناقص في ساعتين. فطبعا هروح لأستاذ محمد صلاح. كده كل المواد فرنساوي ميسيو خالد برسيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وطبعا زي ما قلت لكم ان شاء الله هنزل تلخيصات للانجليزي وللكيمياء. انا مش هشرح منهج كامل لاني مش مدرس زي ما قلت قبل كده. هعمل تلخيصات هتفيدكم انا متأكد من كده، واسئلة وغلطات كنت وقعت فيها في المواد، وهعلمكم افكار كويسة جدا والله هتستفيدوا بشكل كبير جدا. هسيب لكم اللينك في اول تعليق، خشوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان لما انزل اول فيديو ان شاء الله اللي هيكون قريب جدا يوصل لكم اشعار. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.